اهلا بيكم في ام كي فرونت اند اكاديمي. النهارده ان شاء الله هنكمل اخر محاضره لينا في كورس بتاع ال HTML. كورس النهارده او اخر محاضره فيه هتبقى خاصه بالتيبل او الجدول او جدول بيانات انت عايز تعمله بيه. يلا بينا نخش على الكود على طول. احنا خدنا المره اللي فاتت الدوك تايب وعرفنا ان دي بس بتكتب النص بصوره سهله. طيب تعالى بقى نعمل دلوقتي التيبل بتاعنا. ايه التيبل؟ التيبل بتاعنا هيبقى كلمه تيبل. دي التاجه بتاعت تيبل. حلو جدا. عملنا تيبل. التيبل بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ثلاث حاجات، حاجتين اساسيين، الا هو الرو والكولوم. يعني عندنا عواميد وصفوف، صح كده؟ تمام، ممتاز. طب انا عايز دلوقتي احدد كام عمود وكام صف. مفيش مشكله. طيب قبل العمود والصف مش بيبقى فيه كده الهيد بتاعه بالظبط؟ الله ينور، حلو جدا. نكتب تيبل هيد زي ما انت قلتها، تيبل هيد. ده كده اول سطر بكتب معانا. طيب تيبل هيد ده جواه ايه؟ جواه تي اتش، ونعمل كمثال نيم، وادي نعمل كمان تي اتش، نعمل الايج، ونعمل سيف. تعال نبص نشوف ايه اللي حصل معانا في الصفحة. كتب لنا النيم والايج. طب حلو جدا، ممتاز. طيب عايزين نخش على حاجات تانية زي ايه؟ عايزين بقى نعمل صف جديد. تمام جدا. عشان نعمل صف جديد بنعمل حاجة اسمها تيبل رو. بعد التي اتش كده نعمل تيبل رو. طب ايه جوه ايه ده؟ هنعمل تي دي اللي هو تيبل داتا، وادي نيم احمد، تيبل داتا، نعمل 20، كنترول اس مننساش. تعال نشوف المتصفح بقى عامل ازاي معانا. ادي النيم احمد وادي الايج 20. طب حلو جدا. هل ممكن اضيف هيد تاني؟ طبعا مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. تعال نبص ونشوف. لو عملنا تي اتش تاني وعملنا مثلا ادرس، تعال نشوف مع بعض هيحصل ايه. ادي الادرس الضاف. طب ليه بقى ما تضافش جنبه حاجه؟ لان انا ما ضفتش فيه تحت في التيبل هو حاجه. طيب تعال نضيف التيبل داتا، نعمل مثلا اكس. تمام، حلو جدا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه، اعمل جدول تاني او اعمل رو تاني. تعال نعمل تي ار تيبل رو، ونعمل تيبل داتا، ونكتب محمد اسم التاني، ونعمل التي داتا اللي هو السطر التاني نعمله 25. طيب انا بقى دلوقتي عايز اشوف الداتا دي ظهرت ازاي. تعال نشوف مع بعض. ادي النيم والايج وكل حاجه تمام مظبوطه كويس جدا. فهي دي التيبل داتا بتاعتنا. تقدر ان انت تشوف اي تفاصيل خاصه بالداتا، تعمل جدول، تظبط فيه اي حاجه خاصه بالمكان، عايز تعمل ملاحظات نوتس، تعمل تكست اريا، كل الحاجات دي متاحه جدا. طيب من ضمن الحاجات برضه اللي ممكن نشتغل عليها حاجه اسمها الفيديو. ايه الفيديو ده؟ ده فيديو انت ممكن تعرضه عن طريق الموقع بتاعك. فكمثال احنا دلوقتي اوريدي حملنا ملف اسمه ام كي، فهنفترض ان هو ام كي 4. طيب عشان برضو نبدا نشتغل عليه كويس عشان يظهر معانا، هنخلي الويتس بتاعنا مثلا 200، وهنخلي الهايت بتاعنا برضو 200 زيها زي الصوره بالظبط، نفس الكلام. اللي بيتضاف بس هنا حاجه اسمها كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني انا عايز دلوقتي ازرار التحكم. تعالى كده نخش نشوف الصفحه بتاعتنا بقت عامله ازاي. ادي الصفحه بتاعتنا وادي الكنترول بتاعنا. بس نقفل الصوت، نبدا نشغله يشتغل معانا عادي جدا، مفيهاش اي مشكله. فانت بالنسبه لك دلوقتي الفيديو ممكن تضيف عليه اي حاجه انت عايزها، ودي كويسه جدا بالنسبه لنا. يعني هي بتستخدم دلوقتي طبعا في حاجات كتيره، وبنستخدم انها تبقى خلفيه ويبقى ليها تفاصيل كتير. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نشتغل عليها في الكنترولز حاجه اسمها اوتو بلاي. يعني ايه اوتو بلاي؟ الاوتو بلاي ده معناه ان هو بيشتغل تلقائي. دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى من ضمن الاتريبيوتس او من ضمن العناصر اللي ممكن نشتغل عليها. حاجه اسمها اوتو بلاي، حاجه اسمها لوب. تمام. ايه الاوتو بلاي وايه ايه اللوب ده بقى؟
طيب تعالى نشوف كده. لو كتبنا كده اوتو بلاي، اوتو بلاي معناه ان هو هيشتغل لوحده، ولوب معناه ان هو مش هيوقف شغل، يعني هيفضل شغال على طول مع بعض. طيب كمثال تعالى نبص نشوف هل هو هيشتغل فعلا بنفس الطريقه دي ويعمل لوبينج ولا لا. تعالى كده، بس طبعا هو هياخد مننا وقت كتير بس مفيش مشكله. يلا بينا ريفرش، نعمل بلاي، ادي الصوت هيشتغل اهو تمام. المفروض ان هو هيفصل ويشتغل تاني، يفصل ويشتغل تاني، يفصل ويشتغل تاني، مش هيبطل. كده يعتبر وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي، محمد صالح، MK فرونت اند اكاديمي. برعاية MK for Web Solutions.